السلام عليكم. لو أول مرة هتعملي العيش الفينو هيطلع معاكي ناجح جدا بالطريقة اللي هنعملها مع بعض. مش هتصدقي النتيجة. هنعملها من غير حليب، من غير زبادي، مية ودقيق بس. يلا معانا. أنا معايا نص كيلو دقيق، كيس خميرة ده 10 جرام، نص كيلو عليه 10 جرام. دي معلقة صغيرة من بتاعة الشاي سمنة، ربع كوباية من السكر، نص معلقة صغيرة ملح، معلقة صغيرة برضو من الزيت، ومعانا كوباية من المية الدافية. طبعا معانا أول حاجة بنعملها في الدقيق إن احنا بننخله كويس جدا. أنا بنخله بس معاكم. طبعا انتي لأول مرة تعملي فينو جربي في نص كيلو من الدقيق على أساس المكونات. يعني لو لا قدر الله فشل منك، بس هو ان شاء الله هيطلع معاكي مظبوط جدا. بس امشي انتي على الطريقة بالخطوات اللي انا بعملها، وان شاء الله يطلع معاكي ناجح. بس دايما احنا ما بنيجي نعمل اي وصفة لاول مرة يستحسن اعملي كمية صغيرة. تمام. انا حطيت المية الدافية في البولة، وحطيت عليه ربع كوباية السكر، وحطيت المعلقة الصغيرة السمنة. تمام. وهنقلبه. لو انتي الخميرة عندك بقالها فترة طويلة خايفة تكون بايظة، تجربيها بره الأول في شوية مية تشوفيها، إذا زادت خلاص أوكي اعملي بيها. لكن أنا بصراحة لسه جايباها وهي تاريخها جديد، فأنا مش قلقانة منها. أنا حطيت في المية الخميرة والسكر ودوبتها. طبعا المية دافية. احنا عارفين ان احنا في الشتاء والعجين معانا بياخد فترة طويلة عشان يخمر، فندفي المية شوية. انا حطيت كوباية المية، بس هو عايز تاني. هو في العموم احنا هنلاقي ان في الاغلب بياخد النص كيلو كوباية من المية، بس عادي ممكن ياخد كمان، هياخد معانا ربع كوباية. يبقى النص كيلو معانا اخد كوباية وربع من المية، حوالي 250 ملي من المية. نبدأ نقلب كده. على فكرة ممكن برضو المقدار ياخد منك اقل شوية او اكتر شوية من المية اللي انا حطاها، بس انا بقول لكم انا استخدمت كوباية وربع من المية. وطبعا دقيق الفينو يا جماعة يستحسن نجيبه دقيق 5 نجوم، نوع كويس عشان يكون فيه عرق. اهم حاجة في الفينو برضو العجن، ان احنا نعجن كويس. انا زي ما قلت لكم ده الربع بقى اللي انا حطيته التاني. طبعا عندك عجان هتعمليه في العجان، بس انا بعمله في معايا معاكم على ايدي، على اساس اللي ما عندوش عجان يقدر يعجنه بكل سهولة. هي احنا مش هنقف عند العجان يعني. انا حطيت المعلقة الصغيرة الزيت، انتي بتحاولي تلمي العجينة كده جوه البولة بتاعتك، وبعد كده بتحطيها على الرخامة على اساس نقدر نتحكم فيها ونعجنها كويس. خلاص بقى انا هبدأ اخدها على الرخامة. ممكن تكوني دهنة الرخامة دهنة زيت بسيطة خالص عنك على اساس ما تلزقش معاكي، لان هي عجينة زي ما احنا شايفينها شبه اللبانة كده بتمط معانا شوية. والمرحلة دي مهمة جدا. 5 دقايق 7 دقايق تعمليها بالطريقة دي، ان احنا نشد فيها نفرد ونتني بالطريقة دي من تحت لفوق كده. احنا لازم الفينو يا جماعة يتعجن كويس. انا هكملها انا بقى. احنا اتفقنا 5 دقايق 7 دقايق تعجنيها بالطريقة دي. تمام. ونسيبها نغطيها ونسيبها تخمر لمدة نص ساعة. هي خمرت معانا اهي بالشكل ده، جميلة ما شاء الله. انا عايزة اعمله فينو صغير ميني كده، فانا هعمله. انا نزلت الاول معاكم شايفين العجينة طرية وجميلة ازاي، قلبتها على الرخام بالشكل ده. هي قد ايه طرية وجميلة، هي عشان معجونة كويس. احنا لا حطينا فيها زبادي ولا حطينا فيها حليب،
والنتيجة مرضية جدا وما كلفناش حاجة. هقول لكم طلع معايا كام دلوقتي. انا جبت الميزان وقلت هعمله صغير، فوزنت القطعة 20 جرام. تمام، انا عاملاه 20 جرام. هو ممكن بس انا حسيته صغير شوية لما عملته. هو 25 جرام هيبقى كويس معاكي. لو عندك ميزان اوزني 25 جرام. انا زي ما قلت لكم كنت عاملة النص كيلو ده كله، كل حباية فينو 20 جرام. اهي قدامكم على الميزان 20 جرام، قد عين الجمل المتوسطة مش الكبيرة، دي ال20 جرام. تعمليها 25 جرام قد حباية عين الجمل الكبيرة شوية. شايفين العجينة بتمط ازاي؟ شايفين ابني الصغير بيشد حتة العجين؟ شايفين قد ايه هي مطاطية؟ هو ده تعرفي ان الفينو جوه يبقى مفرغ معاكي والعجينة وفاضي من جوه. انت هتبدأي تعملي كور كده. انا زي ما قلت لكم عاملاها 20 جرام، وما شاء الله طلع معايا 41 رغيف 20 جرام. لو هتعملي 25 جرام ممكن يطلع معاكي 30، يعني حسب. تمام، بس برضو طلع كمية يا جماعة تحفة بصراحة. يعني انا مصدقتش الكمية اللي هو طلعها. انا بالنشابة كده بفرد وبنلف، يعني بفردها كده بالعرض كده، وبعد كده بلفها رول. تمام، اهو بالشكل ده. ولازم نسيب مسافات. انا دهنة زيت بسيطة خالص في الصاج. لازم نسيب مسافة كويسة، مسافة كبيرة غير اي مسافة بنسيبها في اي طريقة معجنات، لان الفينو بيزيد 4 اضعاف 5 اضعاف. بالشكل ده اللي انتوا شايفينه. انا باخد واحدة واحدة اهو زي ما انتوا شايفين كده، بتك عليها بالعرض وبرجع افرد بالنشابة. طبعا الكور اللي احنا عملناها دي انا ما سبتهاش تخمر ولا حاجة. انت عما بتخلصي الكمية بترجعي تبدأي من اول واحدة عملتيها، بيكون خمر شوية والعجينة معاكي زي الفل طرية وبتتفرد معاكي، مفيش اي مشاكل. احنا بس خمرنا في الاول نص ساعة او ساعة الا ربع لما العجينة تضعفت، وبدأنا نعمل الكور ونشتغل على طول. اتفقنا بتعمليه كده. بتحطيه بعيد عن بعضه في الصاج، عاملين دهنة زيت. هي المرحلة التانية بتاعت التخمير هي اللي بتاخد فترة طويلة لما بنحطه في السجان. يستحسن اعمليه من بدري لان احنا في السقعة وبياخد وقت في التخمير، لكن هو طريقته كانت سهلة جدا. شايفين رغيف الفينو قد ايه شكله جميل؟ احنا عارفين ان احنا بنستخدم فينو في وقت الدراسة ده كتير، تقريبا بنجيبه يوميا يوم ويوم. فانتي لما تعملي نص كيلو وتعيني كمية الفينو في الفريزر هيفضل معاكي كمية معقولة. انا بوريكم خمر اهو معانا. بجد النتيجة هتعجبك جدا. هتبقي مبسوطة ان انتي عملتي فينو ناجح بالمقادير البسيطة دي. ده بعد ما خمر معانا تقريبا ساعتين او ساعتين ونص. بنخلي الفرن سخن جدا، اعلى درجة حرارة عندك. هو ما بياخدش 10 دقايق. يستحسن تطلعيه اصفر من تحت اللون ده، بلاش تطلعيه اغمق من كده عشان ما يبقاش ناشف معاكي. يعني اللون ده لا، حاولوا تطلعوا اللون اللي وريته لكم الاول. بألف هنا والشفا. نتيجة يا جماعة هتعجبك جدا، هيعجب ولادك جدا. البيت كله كان ريحته فينو بقى تحفة. بجد الولاد قالوا لي يا ماما طعمه زي بره بالظبط، ويمكن احسن طبعا انضف. انتي عاملاه بايديكي. وابني الصغير كان مساعدني فيه، طلع جميل جدا. شايفين اللبابة من جوه بتاعته ناجح، ما اقولكوش ما شاء الله تبارك الله تحفة. اتمنى تجربوه. عملناه بمية ودقيق زي ما قلنا، ما كلفناش اي حاجة، ونص كيلو دقيق بس. تخيلة انتي لو عملتي كيلو دقيق هيطلع معاكي قد ايه؟ بس زي ما قلت لكم خلوه 25 جرام الرغيف، هيبقى مظبوط جدا. شايفين هو قد ايه من جوه؟
طري وهش، شايفين؟ هو مش مستحمل في ايدي بصراحة. بصراحة جميل جدا. الولاد كلوا نصه حاف بصراحة، بس انا قلت لهم هو بس عشان المرة دي، المرة الجاية اعمل كيلو محدش هيجي جنبه. بألف هنا وشفا. اتمنى اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.